المواطنون الفقراء البسطاء من أجل أنهم يبيعون والفواكه على بسطاتهم أو على من أجل قوت عيالهم، فتنزل إليهم دوريات البلدية وكأننا في تل أبيب، يضربون ويخربون ويكسرون على رؤوس الفقراء فقط يا قائد الوطن. والأغنياء الذين يتاجروا بالمخدرات هناك من يحميهم، والمافيات المنظمة التي تسرق المليارات هناك من يحميهم. يسكت عنهم يا قائد الوطن. بسطة يباع عليها سيديات دعارة وحبوب مخدرة تترك، وبسطة يباع عليها بقدونس وبندورة من أجل قوت صغار تكسر على رأس صاحبها وتداس بالأقدام. يا قائد الوطن، المترفون والمسؤولون يرفعوا أبنية وعقارات وقصور لا يقال لهم لما قانون الهدم، وفقير يبني غرفة من أجل أن يأوي صغاره تهدم فوق رأسه. يا قائد الوطن، يا قائد الوطن، من يقول كلمة الصدق وكلمة الحق تصل إليك أوراقه وهو المخرب، وهو الذي يريد أن يعيث فسادا. ومن ينافق ويدجل ويسكت عن الأخطاء ويرضى بدمار البلد من الداخل، فهذا توزع عليه أوسمة الوطنية بغير حساب. يا قائد الوطن، أقف وقفتي ولا أدري أقف بعدها أم لا. إن بلدك وثقت بك، وإن شعبك بايعك بصدق، ويحتاج منك وقفة عمرية، ويحتاج منك صدقا وإنصافا وتجردا للشعب المسكين الذي ما زال يتأوه سنين طوال. يا قائد الوطن، إعلامنا إعلام مقاوم، وليس مستوى إعلامنا مستوى إعلام المقاوم. إنه إعلام هزيل هزيل، مساحة الجدية فيه ضئيلة، وإنما يمضي ساعاتنا بالعبث واللامبالاة والأمور التي لا تقدم ولا تؤخر. يا قائد الوطن، كل فرد في بلدك، كل مواطن رجل وامرأة أحبك بصدق، لأنه رأى فيك عدلا، ورأى فيك أملا، ورأى فيك حقا. ولكن ما زال هؤلاء يعانون، وما زالوا يشكون، وما زالوا يتأوهون. وأنا أعلم بأن موجة إصلاحك قادمة، فعجل بها يا قائدي، عجل بها، وشعبك ينتظرك. يقول لك بالروح بالدم، ليس كلام ولا شعارات، ولكن سيبذل روحه ودمه في أحرج الأوقات وأصعب. فكن له، إن شعبك معك فكن معه. يا قائد الوطن، هذه شكوى أبثها وأنا الآمن في سربي، المعافى في بدني، عندي قوت يومي، لا أعاني أي شيء ولا أشكو من أي شيء، ولكنها لا بد أن تقال باسم كل مواطن لا يستطيع أن يقول، وباسم كل فرد يعجز عن أن يوصل مظلمته. وكم وقف بين يدي مئات تذرف دموع الظلم من أعينهم فتحرق كبدي لما يقع عليهم من بعض الفاسدين والمرتشين والمخربين. يا قائد الوطن، بايعناك ونحن على البيعة، وننتظر منك وعودك، وأول ما ننتظر سيف الإصلاح يبتر رؤوس من تبقى من الفاسدين. أقول قولي وأستغفر الله.